ربطت العديد من التقارير الصحفية اسم المدرب الحسين عموتة بتدريب الوداد بعد انفصال هذا الأخير عن البنزرتي، وفي ظل بحث الفريق الأحمر عن مدرب جديد. لكن عموتة مدرب المنتخب الأردني نفى الأخبار التي تروج حول اتفاق الإطار الوطني مع الوداد الرياضي لقيادة الفريق الأحمر خلفا للبنزرتي. وقال عموتة في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة باكستان: كيف أكون قد اتفقت مع الوداد وأنا موجود رفقة المنتخب الأردني؟ قدم لاعب الأهلي المصري حسين الشحات اعتذاره للمغربي محمد شيبي ظهير بيراميدز بعد أشهر من تهجم الأول على الثاني في مباراة فريقيهما لحساب الدوري المصري الممتاز. وقال الشحات لدى مروره ضيفا على برنامج رامي الجاب من الآخر: إذا رأيت الشيبي الآن سأعتذر له، لأنني أخطأت في حقه وحق والديه، لأني وجهت له السب والشتم وهذا أمر كبير. وأضاف قائلا: أنا اعتذرت له عقب الواقعة، ولكن ممدوح الرئيس التنفيذي لبيراميدز هو الذي أشعل الأمور. كانت نرفزة داخل المباراة، هو أيضا ضايقني وضايق أكثر من لاعب، وجه لنا السب والشتم، لكن الحمد لله نحن الآن نسير في طريق الصلح. شكرا على المشاهدة إخواني أخواتي، فضلا وليس أمرا ساهموا في نشر القناة، الإعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناة، ولا تنسوا آراءكم في التعليقات.